هي حرب لا هوادة ولا رجوع إلى الوراء أبدا، ولكن ذكرت هذه الأرقام أمامكم حتى يعلم التونسيون في الداخل وفي الخارج إلى أي حد وصل الفساد. هذه قالوا سيقاومون الفساد ووضعوا مؤسسات لمكافحة الفساد، فأين كانت هذه المؤسسات التي كان من المفترض أن تقوم بدورها؟ بل انخرطت للأسف مع هؤلاء الفاسدين المفسدين في كل مكان تقريبا، لا ترى إلا مظاهر الفساد والخراب. آن الأوان لنضع حدا لهؤلاء ولنعيد للشعب أمواله. أيضا هناك مسألة الصلح الجزائي، وسيتم تعديل هذا النص ويتم إبرام صلحا جزائيا حقيقي. ينجرحوا للصلح مرحبا، ولا نريد أن يكون أحد في السجن، ولكن نريد أن تعود أموال الشعب التونسي للشعب التونسي، للمفقرين والبؤساء الذين ينكلون بهم إلى حد اليوم، حتى بالنسبة إلى المواد الأساسية. وهذا لن يستمر، لأن هناك دولة وهناك قانون، ومن يريد أن يمس من قوت التونسيين ومن يريد أن يمس بالسلم داخل المجتمع فليتحمل مسؤوليته كاملة أمام القضاء. وعلى القضاة مرة أخرى أن يقوموا بدورهم التاريخي في تطهير البلاد، لأن الشعب التونسي طالب بتطهير البلاد وسنطهرها إن شاء الله.